فواحد القريه في جبل عالي في واحد الزمان القديم. كانت واحد القريه عاديه فيها ناس عاديين فلاحين رعاة، الناس كيعرفوا بعضياتهم، واي حاجه غريبه كتوقع كتولي حديث الدوار كامل. كان واحد الشاب سميتو حمو كيسكن غير مع مو حيت باه كان مات هو مازال صغير. هاد حمو كان واحد الراجل اللي بسيط ودرويش خدام ومعروف بالنيه ديالو، ما عمرو دخل في شي مشكل او لا تناقش مع شي واحد، وكان باغي غير يعيش في الهنا مع مو. واحد النهار خرجت الام ديال حمو للسوق وسط الزحام، طاحت عينيها على واحد البنت غايه في الجمال، ما عمرها شافت شي وحده في الدوار في الجمال ديالها. وجهها منور، عينيها كبار ولكن باين عليها الحزن. قربت منها وسولتها بنتي منين انتي وبنت من انتي؟ ردات عليها البنت واحد الصوت اللي حشومي وضعيف، سميتي عايشه، هربت من القريه ديالي حيت خوتي بغاو يزوجوني بالقيد ديال ديك القريه بزز مني. قالت لها عايشه بيا الجوع الوليد وما عندي فين نبات هاد الليله. القلب ديال الام شن وراق عليها ودخلت للدار ديالها. حمو غير شاف ديك عايشه وتسمر في بلاصتو، اش هاد الزين كامل، اش هاد الوجه، اش هاد العينين المكحلين، الجمال ديالها ما كانش طبيعي. حمو قال لمو هاد البنت بغيتها تكون مرتي، موافقات وبلا حتى ما تعترض او لا تقول لي هاد البنت لقيناها غير في الزنقه. وفي البلاصه مشات عرضات الزواج على عايشه. عايشه حتى هي بنت الناس دغيا وافقات، ولكن دارت واحد الشرط بسيط وقالت لهم ما تسولونيش على الماضي ديالي وعمرك تبعني بالليل، وكاين بيت في الدار ما تدخلش ليه الا طلبت منك داكشي. حمو وافق، تزوجوا وعاشوا بثلاثه في الدار وحده. ما داش بزاف ديال الوقت، حتى الايام من بعد ما دخلت عايشه للدار، ومع الوقت بداو كيطراو شي حوايج غريبه. والليله كيتسمع صداع في ديك الدار، والصباح كيلقاو بحال الريش ديال الدجاج، والناس في الدوار كاملين كانوا كيتشكاو ان الدجاج ديالهم كيغبر كيتوضر، ما كيلقاوش ليه لاجر. الناس قالوا يمكن شي شفار عرف القريه من جديد اولا شي حيوان كيجي كياكل لنا الدجاج، ولكن ما كان لا اثر لا حتى شي حاجه ديال داك الصارع. دازت شهور وعايشه بان عليها الحمل، ومن نهار عرفت القبيله انها حامله ما بقاش غير الدجاج اللي كتسرق ولا الماعز ولا الحواله ولا البقر. المعاز كبار كانوا كيمشيو بلا حتى اثر ديال الجر في الارض. الخوف دخل القلوب ديال الناس، والشيخ ديال القبيله جمع الرجال باش يحرسوا القبيله، كل واحد يتناوب على الحراسه. وفي ليله من الليالي ديال الحراسه حمو اعتذر وقال مرتي حامله وكتوحم، خصني نمشي نصيد لها شي رنب. الشيخ عطاه الاذن، وفي ديك الليله بالضبط سرقت معزه كبيره. الشيك بدا كيتزاد والناس بداو كيهضروا، وغادي يقول واحد حمو هو الوحيد اللي ما كانش معنا في ديك الليله، وقال واحد اخر ولكن يمكن مراته كان عندها مشكل وبقى معاها. الشيخ القبيله قرر قال لهم نحبسوا حمو ليله وحده، الا تسرقت شي حاجه غنعرفوا باللي هو بريء، ولا ما تشفر والو اذا هو اللي كيدير هاد الفعله. حبسوه في واحد البيت صغير حدا واحد الكسيبه وداروا عليه حراسه كبيره. وسط الليل سمع صداع من جديد، الناس مشاو كيجروا بالزربه وتصدموا. معزه واحده اخرى تسرقات، ولكن لقاو شي حاجه خطيره هاد المره، واحد الاثار اللي كبار بحال الاثار ديال الجمل. سولوا مول الدار واش عندك شي جمل مربيه؟ قال لهم والله حتى ما عندي غير معزه ودجاجه هما اللي كنكسب. هنا الناس ديال القبيله عرفوا ان حمو بريء وماشي هو اللي كيدير هادشي. في الغد اللي غادي يطلقوا سراح وطلبوا منه السماح. دازت الايام وعايشه ولدات واحد الولد صغير، ولكن الصدمه انها ولدته على 5 شهور وغادي يسميوه امير. من بعد ما دازوا غير 3 ديال الشهور على الولاده، كانت العيالات مجموعين في الدار ديال حمو كيعاونوا عايشه وكيتفرجوا في الولد. واحد النهار الدار كانت عامره، في واحد اللحظه الولد امير وقف على رجليه، ما طاح ما والو. الغريب هو ان الدري في ذاك العمر مستحيل انه يوقف على رجليه، حتى انه يحبو ما يقدرش يحبو، ولكن امير قدر انه يتمشى بحال اي واحد في عمره 10 سنين. وقف وكأن شيئا لم يكن. الناس تصدموا. واحد المراه طاحت لها طاسه من يديها بقوه خلعه وبقات كتشوف ذاك المنظر وكتقول استغفر الله العظيم، هذا الرضيع راه ما يمكنش يكون هذاك هو عمره. واحد المراه قربت وقالت يمكن يكون وقف غير بالصدفه، ولكن امير خطا خطوتين وبدا كيضحك. الصمت طاح في الدار، العيالات ولاو كيتعاودوا بالله من الشيطان الرجيم. شي حاجه كتجري غريبه. اما عائشه فكانت واقفه حدا الحيط كتفرج بلا دهشه بلا خوف ولا حتى بلا ابتسامه، هي فقط كدير واحد الضحكه صفراء حيت عارفه ولدها ماشي طبيعي، بحال الا كانت عارفه ان هادشي غادي يوقع. واحد المره شيبانيه سولتها واش ما تفاجئتيش بنتي هادشي جاك عادي؟ عائشه ردات عليها بواحد الثقه في النفس كل ولد ربي وداكشي اللي مكتب ليه، ولكن عينيها كانوا كيلمعوا بشي حاجه ماشي بشريه. من داك النهار العيالات ما بقاوش كيجيو للدار ديال حمو بزاف، الناس تعجبوا بزاف من هادشي اللي كان كيطرا وهادشي اللي شاف. ولكن الغريب ان ديك الشفره حبست واحد المده. الناس قالوا هاد الولاده جات بالخير، ولكن الفرح ما دامش. مع بعد الولاده باسابيع رجعات عاوتاني السرقه من جديد، وهاد المره خلينا من دجاج ولا هاد المره ولات كتمشي شي حاجه كبيره. هاد المره ولات كتمشي للبقر اللي كاين في الطوار. الناس بطبيعه الحال ملي شافوا هادشي ركبوا من الخوف. الشيخ ديال القبيله جمع كاع ديك الحيوانات اللي كاينين في ديك البلاصه كامله في واحد البلاصه محدده، قرروا انهم يحبسوهم كاملين. وفي وسط الليل والقمر كان منور داز واحد الحاجه بيضاء بالزربه قدام الرجال، حيت الرجال كانوا جالسين وهي دوز من قدامهم. النص ديال الرجال تبعها جهه الجبل والمقبره، والنص الاخر بقاو حاضين ديك الكسيبه. في واحد اللحظه سرقات بقره اخرى. اش هادشي؟ وسط الكسيبه لقاو اثار ديال الجمل عاوتاني، ولكن الغريب
ما كان حتى شي جمل في ديك الضوء. حمو شاف في الارض لقى واحد التسبيح رقيق كحل، شدو وبدا كيتفرتت ليه في يديه. شويه هو يتبخر. مشاو عند الفقيه معروف بطرد الجن. منين مشاو عند الفقيه كانوا الرجال كاملين مجموعين. الفقيه سمع القصه كامل، ما قطع حتى شي واحد، بدا كيسمع داكشي من ا حتى زد، وبدا كيرسم خطط في الارض بعصا. ومن بعد قال ان هاد الجن كيحتاج واحد الباب. وسكت واحد شويه وبدا كيشوف الوجود، وهو يقول شي واحد فيكم دخل دارو شي نعمه ماشي من جنسه وبلا ما يسول على الاصل ديالها. الناس بقاو ساكتين. الفقيه زاد كمل هضرته وقال لهم ومن نهار دخلت هاد النعمه للدار بدات الشفره بشويه بشويه، ومن بعد غدا كتكبر. هنا شي واحد من الرجال قال الدجاج تسرق من بعد ما دخلت شي بنت للقريه. الفقيه هز راسو. الفقيه هنا وقف وما بقاش قادر انه يهضر، مشى شويه بعيد وقف حدا حمو بلا ما يشوف ليه مباشره في وجهه، وقال ليه بصوت قليل غير اللي قريب كيسمع اللي مربوط بالقضيه ما خصوش ينهضروا عليه قدام الناس، ولكن خصو يعرف ان اللي معاه راه ماشي من بني ادم. حمو حس بالدم برد في عروق، الريق ديالو نشف. الفقيه ما سولوش اشنو كتجيك ديك خايتي، خلاه هو يفهم بوحدو. ومن بعد فاش بقاو بوحدهم هنا سولوا الحقيقه كامله. من بعد ما خرجوا من عند الفقيه حمو كان ساكت طريق كامله هو غير كيفكر. الخطوات ديالو قليل وقلبه عامر بالشك والخوف. دخل للدار لقى عايشه جالسه حدا العافيه. الضو ديال العافيه ضرب لها في وجهها، كيزيدها جمال على الجمال اللي كانت فيه. ولكن هذا الجمال بالنسبه لحمو غيتقلب خوف. قال لها بواحد الصوت اللي مرعود فين مشات امي. جاوبته بواحد الثقه في النفس. خرجت عند الجراج حمو بلا ريقو وقال لها انا عيان غتمشي الناس ما تفيقينيش حتى يطلع النهار. دخل البيت ولكن ما نعش ديك الليله. بقى كيسمع كل حركه كل نفس كل خطوه في ديك الليله. مع الفجر حس بشي يد كتقيسو فتح عينيه لقى عايشه حداه. قالت ليه فيق راه الصباح هذا. في واحد اللحظه حمو شدها بواحد القوه وقال لها دابا غادي تقولي لي الحقيقه عايشه شكون انت. ضحكت واحد الضحكه ما فيها لا خوف ولا رتيب. قالت واش تعقلك واش تطيشي. انا حمو طاحوا عينيه على يديها وشاف خاتم فيه نفس العقيق اللي شاف وسط الكسيبه نهار البقره وتبخر فيه. طلع عينيه لوجهها وهنا وقعت واحد الصدمه. وجهها تبدل، عينيها ولاو كحلين، الصوت ديالها قصار. قالت اخر حاجه كنت باغيها هي تعرف شكون انا. وقف حمو وقال لها انت ماشي انسان عادي انت جنيه. سكتات واحد شويه ومن بعد قالت لي بواحد الصوت موجوع بغيك حمو وما عمري بغيت عليك لا انت لا امك ولا حتى الناس اللي في هذه القبيله. قال لها حمو وديك السرقه وداك الدمار اللي درتي في هذه القريه. قالت لي عايشه هادشي من العالم ديالي مكتاب عليا مع الثمن ديالي ما قدرتش نتوقف. حمو رجع خطوه اللور وجبد الموس صغير من جيبو ودرها على كتافها. غوت غوته وحده خلعت الدار كامله والجسد ديالها بدا كيتبدل. الجلد بدا كيتفتح والشكل ديالها بدا كيبان على الحقيقه ديالو. مخلوق كيخلع لابس البيض ورجليه رجلين ديال الجمل. عايشه ما بقاتش هي عايشه. حمو هرب للدار الكبيره لقى مرايه صغيره وحطها قدامه. منين شافت راسها غوتها جاب واحد الصوت ماشي طبيعي ماشي ديال البشر. طلع منها دخان كحل وشعلت فيها العافيه بقات كتحرق قدام عينيه حتى ولات رماد. حمو عرف باللي ما بقى ليه ما يدير في هاد القريه. شد ولدو امير وشد الوالده ديالو وهرب به للجبال. تماك رباه وخباه على الناس بعيد على العيون وبعيد على الهضره. دازت سنين وامير كبر ما بين الصخور والشجر ولكن ما كبرش بحال باقي الدراري. ومن داك النهار الناس ولات كتسمع عليه اكثر ما كتشوف. كانوا كيقولوا غير الغول ولد الجنيه. وهنا كتسدد الحكايه. اذا بغيتوا تعرفوا واش طرا مع امير خليو لي الراي ديالكم في التعليقات وقولوا لينا بغيت لكم مال وان شاء الله غادي نكمل لكم هذه القصه ديال امير ولد الجنيه. تهلاو لي في رؤوسكم. السلام عليكم.